في نوعين من الأفاعي، أفعى سامة وأفعى غير سامة، والتنتين بيشبهوا بعض، أوقات صعب نميز بيناتن. الأفعى السامة في عندها كيسين فيهن سم، غدتين سم بكونوا فوق الأنياب، فهي بتشم الفريسة تبعتها يعني فوق أسنان هلا مثل الإبرة بنسميهن أنياب. هي بتشم الفريسة تبعتها الفار بلسانها هيك، هي بتمد لسانها لأنها بتشم. لا لسانها ازرق. سحلية اللسان الأزرق كمان بتشم عن طريق لسانها. الأفعى السامة بتشم الفار بلسانها، بتهجم عليه وبتلدغه، يعني بتفوت أنيابها بجسمه. بعد ما تفوت أنيابها بجسمه السم بفوت بجسمه وبنتشر، بتتركه وبخاف، بصير يركض كتير سريع. لما يركض سريع بتحرك دمه بسرعة والسم بنتشر أكتر، بتخثر الدم، بيموت. يعني بصير مثل السلايم كتير جامد وبيموت، ببطل يقدر يحرك جسمه. يعني وقت كتير سريع. حي بتشمه عن طريق اللسان مرة تانية وبتبلعه. الحي السامة مش بحاجة تكون عندها عضلات كتير قوية، لأنه في عندها غدة السم وبترجع تتعبى من جديد غدة السم. جرب الابيض. نجرب الابيض. اسا بدكم نجرب الابيض. الافعى الغير السامة بنقول لها خانقة، فهي بيكون عندها عضلات بجسمها كتير قوية بس فيش عندها غدتين سم. هي بتشم الفار عن طريق لسانها، بتهجم عليه، بتلدغه بالانياب، بس اذا الفار حاول يهرب رح يموت. لا، لانه فيش بجسمه سم. بتمسكه منيح وبتلف جسمها على جسمه عشان ما يهربش، بتصير تلف كل جسمها وبخاف. لانه بخاف بصيروا دقات قلبه كتير ينبضوا سريع، بوم 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 بوم. كل ما بنبضوا اسرع بتلف على جسمه اقوى، كل ما صار ينبض بطيء لانه عم بختنق بتصير تبعد جسمها. بس يبطل تشعر بدقات قلبه انه هو مات، شو بتعمل؟ بتتركه وبعدين حول السمايات تبلعه. يعني بتستعمل عضلات جسمها.